بدأت القصة بفتاة شابة تدعى لينا تركض خائفة في قريتها وكأنها تهرب من شخص ما. في نفس الوقت يصل الرئيس جون إلى القرية لحضور احتفال كبير أعد من أجله. فجأة تقف لينا أمام سيارة جون وتصرخ باكية: أرجوك أنقذني، أمي تريد تزويجي لرجل أكبر مني بكثير وأنا ما زلت طالبة ولا أحبه. لينا تظن أن جون مجرد سائق. جون يتأثر بحالتها فيقود السيارة بسرعة ويهرب بها قبل أن تمسك بها والدتها، ويترك الاحتفال من أجل إنقاذها. بعد ساعة يصلان إلى المدينة. تنام لينا في السيارة، وعندما تستيقظ تعتذر وتعطيه بعض المال وساندويتش وتشكره، ثم ترحل. جون لا يخبرها أنه رئيس البلاد وأقوى زعيم عصابة فيها. هي تعتقد أنه مجرد سائق طيب. لاحقاً يتصل جون بجدته غاضباً ويطلب منها التوقف عن ترتيب زيجات له. تضحك الجدة وتقول: يوماً ما ستقع في الحب دون أن تشعر. يصمت جون لأن فتاة قروية بسيطة بدأت بالفعل تسكن قلبه. أليكس يقول بجدية: أنا مش عايز أتجوز دلوقتي، ولا بنتي قدرت تخليني أفكر فيها كزوجة. في نفس الوقت إيما توصل المدينة وتقابل صاحبتها نورة. إيما تحكي لها إنها هربت من القرية لأن أهلها كانوا عايزين يجوزوها غصب، وإنها دلوقتي مش عايزة غير مستقبلها وزواج صح في الوقت الصح. نورة تطمنها وتقول لها إنها هتلاقي لها شغل بسرعة. وبالفعل إيما تبدأ أول يوم شغل ليها في فندق. نورة تبعتها أوضة علشان توصل مشروبات لزبون. في نفس اللحظة أليكس يدخل الفندق، ومساعده كيفن يجيب له بنات كتير علشان يشربوا معاه تنفيذاً لرغبة جدته اللي عايزة تجوزه. أليكس يشرب وهو متضايق. فجأة إيما تدخل الأوضة وتشوف أليكس وسط البنات، وأليكس يتعرف على وشها رغم إنه مش في وعيه كامل. إيما ترفض تقعد وتقول بهدوء: أنا هنا بس أقدم مشروبات ولا حاجة تانية، وتخرج فوراً. إيما تروح تدور على نورة وتلاقيها بتشرب وبتحتفل مع راجل غريب. إيما تزعل وتقول: الحياة دي غلط، وكل اللي بيحصل هنا غلط. نورة تعتذر للراجل وتقول: معلش، دي بنت ريفية. إيما تحس بالوجع لكن تفضل واقفة قوية. إيما لسه بنت جاية من القرية ومش عارفة إن الشغل ده مش بس تقديم مشروبات. نورة تقول لها: ده شغل طبيعي هنا، لازم تشربي مع الزبون، ولو رفضتي هتترفدي. إيما تحاف لكنها توافق غصب عنها لأنها محتاجة الفلوس. بعد شوية الزبون يحاول يعتدي عليها. إيما تترعب وتهرب ومن غير قصد تدخل أوضة أليكس. في الليلة دي يحصل شيء بين إيما وأليكس مش مع الزبون. تاني يوم الصبح إيما تصحى مصدومة. أليكس يبصلها ببرود ويقول: واضح إنك مخططة لكل ده من الأول، ويرملها فلوس ويقول: خديهم ومش عايز أشوفك تاني. إيما تمشي مكسورة وحزينة وهي فاكرة إن كل اللي حصل كان غصب عنها. تاني يوم إيما تحس بتعب وتروح المستشفى. الدكتور يقول لها: مبروك، انت حامل. إيما تتصدم وتطلب الإجهاض، لكن الدكتور يقول: لو عملتي كده ممكن ما تخلفيش تاني. تخرج إيما من المستشفى منهارة. بعدها تقابل كيفن مساعد أليكس، يبص لبطنها ويقول بهزار: إيه ده؟ انت حامل. هو يضحك وهي قلبها مليان خوف. كيفن مساعد أليكس يتأكد إن إيما فعلا حامل. في اللحظة دي نورة تسمع كل حاجة. نورة تغضب جدا من الغيرة وتصرخ: أنا اللي جبتها من القرية، وفي الآخر هي اللي تتجوز الرئيس. أنا اللي كنت أستهله مش هي. ورا تحس إن إيما سرقت حلمها وتقرر تنتقم منها. تتصل بأم إيما وتقول لها مكان بنتها بالظبط علشان يخلصوا منها. كيفن يحكي الحقيقة كاملة لأليكس، إن كان في رجل تاني خوف إيما، وإنها دخلت أوضة أليكس بالغلط، وإنها ما كانتش واعية باللي حصل. أليكس يتصدم ويجري فوراً يدور على إيما. يوصل المستشفى ويعرف إن إيما كانت مستنية تعمل إجهاض لأنها لوحدها ومش عارفة تربي الطفل. إيما تشوف أليكس من بعيد، تخاف وتستخبى وتجري وهي بتعيط. فجأة أمها وأخوها يخطفوها ويجبروها تركب العربية. أليكس يدور عليها في كل مكان لكن ما يشوفهاش. إيما تكون مربوطة ويتاخدوا بيها بعيد. يرجعوها القرية. أمها تجبرها تتجوز راجل غريب وتقول لها ببرود: إحنا خدنا مهرك علشان نجوز أخوكي. إيما تبكي وتقول: أنا حامل، الجوازة دي مستحيلة. لكن أمها ترد بقسوة: نروح المستشفى وننزل الجنين وبعدين تتجوزي العريس. إيما ترفض لكنهم يجبرونها على الإجهاض.
أليكس يعرف مكان العربية. من غير تفكير يركب الهليكوبتر الخاص بيه ويطير بأقصى سرعة ناحية القرية. وفي نفس الوقت العريس يحاول يعتدي على إيما. إيما تحاول تهرب من سون، لكن لما تلاقي مفيش مخرج تقرر قرار يائس إنها ترمي نفسها من أعلى المبنى وتنهي حياتها وحياة الجنين. في آخر لحظة أليكس يوصل ويمسك إيدها وينقذها وينقذ الطفل. إيما تضعف جدا وأليكس يشيلها ويجري بيها على المستشفى. بعد شوية إيما تصحى وتلاقي أليكس جنبها. تفتكر بحزن إن اهتمامه بيها علشان الطفل بس. فجأة الجدة روز تدخل وتبتسم وتقول: من النهاردة أنت بنتي زي أليكس بالظبط. لكن إيما تفضل خايفة وتحاول تهرب تاني، لكن الحراس وكيفل يمنعوها ويرجعوها لقصر أليكس علشان أمنها. أليكس يقول لها بهدوء: القصر ذا كله ليكي ولابننا كمان. وبصراحة يعترف: أنا حبيتك من أول مرة طلبت مني المساعدة. وأبوه يضيف: دي أول بنت ابني يعترف بحبه ليها. إيما تتصدم وتتأثر جدا. الجدة تاخد إيما للتسوق، ملابس فخمة من أشهر الماركات ومدرسين خصوصيين يجوا القصر. أليكس يهتم بها زيادة عن اللزوم، أي حاجة تبص عليها يشتريها فوراً. في آخر اليوم إيما تتعب. الجدة تقول لأليكس: شيلها. أليكس يتكسف ويقول: أنا رئيس. لكن في الآخر يشيلها ويمشي بيها لحد البيت. وفي الليل أليكس يقعد جنبها ويقول بهمس: شكراً، أنت غيرتي حياتي. إيما تصحى وتلاقي صديقتها نورا مع الجدة روز. تسأل بغضب كيف عرفت مكانها. تكتشف إن نورا دخلت القصر لتنتقم منها. تحاول نورا تتصرف مهذبة، لكن إيما تعرف كل شيء. نورا تحاول دخول غرفة أليكس لتصبح زوجته، لكن إيما تمنعها وتدخل الغرفة أولاً، فتغلي نورا من الغضب. نورا تتصل بأم إيما وتقنعها بإعطاء إيما دواء يضر بالجنين. إيما توشك أن تأكله، لكن أليكس يصل ويقدم لها طبقاً آخر فتنجو. نورا تحاول خداع إيما لترجع للبيت وتدفع المال، لكن إيما تكتشف الخدعة وتتعامل معها سراً مع أليكس. أليكس ينقذ إيما ويأخذها بعيداً عن عائلتها الخطيرة. إيما تسأل أمها بدهشة إذا كانت ابنتها وتكتشف الحقيقة. إيما ليست ابنتهم الحقيقية، لقد اختطفوها وهي صغيرة. عاقب دانيال المرأة وابنها الذين اختطفوا إيفا وكسر ساقيهما حتى لا يؤذياها مجددا، وأجبر ميا على تناول نفس الطعام المسموم الذي أعدته لإيفا. عندها اكتشفت إيفا الحقيقة الصادمة، أنها اختطفت كطفلة حديثة الولادة من المستشفى على يد عائلتها المزيفة. عادت إيفا إلى المنزل مع دانيال وأخذوا عينة شعر لإجراء فحص DNA. بعد يومين وصلت سيدة أعمال قوية مدام شو وأعلنت أنها الأم الحقيقية لإيفا، مؤكدة ذلك بالفحص. عملت مدام شو ببرود مع دانيال وأخبرته أن عليه ترك إيفا وأنها أغنى منه ويجب أن تتزوج رجل أعمال أقوى، وحذرته أن الطفل في رحم إيفا لن يربطها به وأنهم سيربونه بأنفسهم ولن يراه أبدا. زارت إيفا قبر والدها الحقيقي ولاحظت أنه توفى من الحزن بعد اختطافها. كان دانيال ومدام شو بجانبها بينما كانت فتاة من بعيد تراقبهم بحقد. كانت هانا ابنة مدام شو بالتبني التي تكره إيفا خوفا من فقدان الحب والثروة. اقتربت هانا من إيفا متظاهرة باللطف وقالت إنها تحبها كأخت، وألمحت أنها قابلت دانيال في النادي الليلي لجعل إيفا تشك فيه. في تلك الليلة طلبت مدام شو من إيفا العيش معها وترك دانيال، لكنه رفض بشدة. بعد نقاش جاد قررت إيفا العيش مع والدتها فقط أثناء دراستها. وصلت إيفا إلى قصر والدتها واستقبلها الجميع بالاحترام والترف. قدمت لها مدام شو العديد من الهدايا الثمينة وأخبرتها أن كل ممتلكاتها وأموالها ستنتقل إلى اسمها. بينما كانت هانا تغلي من الغيرة تفكر: نشأت أنا في هذا الترف والآن كل شيء يذهب لإيفا. قدمت مدام شو لإيفا عقداً هدية وعرفتها على العديد من الشبان الأثرياء لتختار أحدهم للزواج، لكن إيفا وقفت صامتة واضحة الانزعاج من هذا المخطط. أخبرت والدة إيفا أنها بحاجة للتركيز على دراستها، خاصة أنها موهوبة في التصميم، وشجعتها على متابعة هوايتها. في اليوم التالي ذهبت إيفا إلى الجامعة مع دانيال يقود لها السيارة. عندما وصلت رحب بها طالب يدعى دونغ، ما أثار غيرة دانيال بشدة. أوضحت إيفا لزملائها أن دانيال مثل الأخ بالنسبة لها وليس زوجها، لكن غيرة دانيال تصاعدت وطلب من مساعده إلغاء كل جدول أعماله لمتابعتها طوال اليوم. بقي دانيال قريبا من إيفا طوال اليوم، واضحا حمايته وامتلاكه لها، خاصة عندما ساعدها دونغ في شرح محاضرة. لاحقا أعطى دونغ إيفا نسخة من كتاب مشهور وقال إنه حصل على النسخة الأصلية،
فاستولى دانيال على الكتاب وأصر على أنه سيتواصل مع المؤلف بنفسه لا مجرد الحصول على الكتاب. في الوقت نفسه كانت هانا تراقب كل شيء وتغضب من اهتمام والدتها ودانيال بإيفا. في نهاية اليوم عاد دانيال إلى المنزل وترك إيفا في الجامعة لتواصل عملها في التصميم. حاول دونغ التحدث إلى دانيال عن اهتمامات إيفا، لكنه رفض وقال إن إيفا غير مهتمة بالرجال، وحذر دونغ من الاقتراب. استمرت إيفا في تصميماتها بمفردها. لاحقاً حاولت بعض الفتيات مضايقة إيفا، قائلات إنها مجرد فتاة ريفية ولا تنتمي للحياة الراقية، لكنها تجاهلتهم وركزت على عملها، مصممة ألا تدع أحداً يثنيها. دافعت إيفا عن نفسها أمام الفتيات وأخبرتهن أن والدتها أقوى سيدة أعمال في البلاد، لكنهن لم يصدقن واستمروا في مضايقتها وهددن بالإبلاغ عن حملها للجامعة، لأن الطالبات غير مسموح لهن أن يكن حوامل أثناء الدراسة، حتى أنهم أمسكوا بأعمالها الفنية وبدأوا بتمزيقها. في تلك اللحظة دخلت أختها هانا أخافت الفتيات وتظاهرت بالدفاع عن إيفا رغم أنها كانت من أرسلهن لإزعاجها. لاحقاً اقتربت هانا من إيفا وقالت لها إن والدتها لا تحبها فعلياً، وأنها لم تبحث عنها طوال هذه السنوات لأنها كانت منشغلة بمسيرتها مهنية ومكانتها الاجتماعية. وأضافت أن كل الحب والاهتمام الذي كان ممكناً أن تحصل عليه إيفا ذهب لها، فوجود إيفا لم يكن مهماً بأمها. أصيبت إيفا بالحزن الشديد، لكنها تمسكت بأعمالها الممزقة وحاولت إصلاحها، ثم غادرت الغرفة غاضبة. استمرت هانا في مكائدها وصورت تصميمات إيفا وأرسلتها إلى والدتها مع رسالة تقول: انظري أمي، لقد دخلت على ابنتك إيفا بالصدفة وهي تمزق كل الأعمال التي عملت بجد لإدخالها إلى قسم التصميم. لم تتوقف هانا عند هذا الحد، فتواصلت مع والد إيفا وقالت له إنها وجدت حلاً، بما أن إيفا غير مركزة على دراستها، ربما يمكنها الزواج من شخص مناسب آخر غير دانيال. في المساء عادت إيفا إلى المنزل وحدها لتجد زميلها دونغ ينتظرها ومعه زهور. طلب منها الزواج أمام الجميع وفقا لاتفاق كان بينه وبين أختها هانا، مما أصاب إيفا بالدهشة والصدمة من هذا التطور المفاجئ. في تلك اللحظة مر جون بالمكان ورأى ما يحدث. لم يتدخل في البداية، لكن عندما رأى لينا ترفع دونغ اقترب وقال بحزم: أليس من العار أن تطلب الزواج من شخص متزوجة وحامل؟ فصدم دونغ من كلامه. في الوقت نفسه وقفت هانا بجانب دونغ وأقنعته بأن لينا خدعته وأن عليهم الانتقام. دونغ يجب أن يتزوج لينا، وهانا تريد الزواج من جون لأنها معجبة به منذ البداية ولا تريد أن تكون لينا معه. لاحقا عاد جون مع لينا وأهدى لها كتابا عن التصميم، قائلا إنه يحاول التعلم مثلها رغم مسؤولياته الكبيرة. في الوقت ذاته بدأت هانا ودونغ يخططان لفصل لينا عن جون، واستأجر شخصا غريبا بمبلغ كبير لمهاجمة لينا وتشويه سمعتها حتى يتركها جون وتشعر بالضغط للزواج من دونغ. لكن جون أحضر حراسا شخصيين للينا وأمرهم بالبقاء معها في كل مكان، خاصة في الجامعة. في اليوم التالي ذهبت لينا إلى المكتبة للعمل على تصميماتها مع حراسها، وعندما دخلت غرفة التصميم حاول الرجل الذي تم استهجاره مهاجمتها، لكن الحراس أوقفوه. غضبت هانا وادعت أمام الحراس أنها أخت لينا لتحاول التأثير عليهم. ثم حاولت هانا إقناع لينا بالذهاب لتجمع عائلي. للأسف وافقت لينا، وعندما وصلت رأت مجموعة من الشباب معهم وشعرت بالريبة. كذبت هانا وقالت إن والدتها أرسلت الشباب ليقابلوا لينا، لكن لينا لاحظت أن هناك شيئا خاطئا واعتذرت بلطف قائلة إنها مشغولة ويجب أن تترك المكان لتكمل تصميماتها. بينما كانت تحاول المغادرة حاول الشباب مهاجمتها مرة أخرى، لكن حراسها حماها وحرروا الطريق. شاهدنا هانا وهي سعيدة بخططها الفاشلة. بعد ذلك ذهبت لينا إلى المستشفى، حيث كان جون والجدة في انتظارها واهتموا بها بعناية. وبعد فترة رأت والدتها تدخل الغرفة. عاملت إيفا والدتها ببرود وقالت لها: توقفي عن إرسال الرجال إلي. لاحقا اكتشفت أن والدتها لم ترسل أي شخص، وأن كل شيء كانت مخططة له أختها هانا لتتخلص من إيفا. بعد ذلك عادت إيفا إلى المنزل مع الجدة ليلي ودانيال، تاركة والدتها وحدها. استغلت هانا الفرصة لتقترب من مدام شو وتحاول إقناعها بأنها الوحيدة التي تحبها حقا. في اليوم التالي ذهبت إيفا إلى الجامعة لتتدرب على مسابقة التصميم، وكان دانيال معها طوال الوقت.
ارتدى نفس زيها لتشجيعها، وتعلم الرسم معها، حضر لها الطعام بنفسه، اشترى لها هدايا، وكان يمزح معها ليجعلها تبتسم. كانت هانا تراقبهم عن بعد غارة، وقالت لنفسها: لا يمكن أن يستمر هذا، يجب أن أفصلهم. فاتصلت بشخص وقالت: غدا هو يوم المسابقة، سنتبع الخطة. في اليوم التالي حضرت إيفا للمسابقة مستعدة تماما. فجأة دخلت والدتها القاعة لتعلن بفخر أن ابنتها من المشاركات. ركضت إيفا إليها وطلبت: من فضلك لا تخبري أحدا أنني ابنتك، إذا فزت سيقول الناس إنك ساعدتني بنفوذك. قبل بدء المسابقة رأت إيفا سرا هانا وهي تتفق مع صديقتها لتبديل ذاكرة USB الخاصة بإيفا حتى تخسر. بدأت المسابقة، وقدم جميع المتسابقين تصميماتهم، وعندما جاء دور إيفا تقدمت وقدمت نفسها، لكنها عند فتح ذاكرة USB ظهر فيديو صادم على الشاشة يظهر هجوم رجل عليها أمام الجميع. انفضح أمر إيفا بالكامل، وبدأ الجمهور يسبها ويتهمها بأنها حامل من رجل مجهول. صاح مدير المسابقة فيها: كيف تجرئين على المجيء هنا وإحراجنا في يوم مهم كهذا؟ أمسكت إيفا بالميكروفون تحاول الدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة وسط ذهول الجميع. حاولت إيفا الدفاع عن نفسها قائلة: لا يوجد قانون يمنع طالبة من الحمل أثناء الدراسة، خاصة إذا كانت متزوجة، كما نفت الفيديو الذي عرض أمام الجميع. لكن إيفا لم تستطع الدفاع عن نفسها بشكل كامل، لأن دانيال تأخر. أخيرا وصل دانيال وأنقذها من الإحراج، وأثبت للجميع أنها زوجته وأن الفيديو كان مزيفا. تم معاقبة الفتاة التي كشفت إيفا، وضرب دونغ أيضا. أما هانا فتصرفت وكأنها حزينة من أجل إيفا، لكنها سرا ضحكت على دونغ وصديقتها لتبدو بريئة. قدمت إيفا تصميمها الحقيقي، وهو فستان زفاف، وأدهش الجميع بجماله وموهبتها، وفازت بالمسابقة وحصلت على أعلى النقاط. قدمت والدتها إيفا رسميا كابنتها الوحيدة ووريثتها لكل الممتلكات، وأي شخص يسيء لها تحذف سمعته. وتم فصل مدير الجامعة الذي صدق الشائعات واتهم إيفا. هانا شعرت بالغيرة الشديدة لأنها فقدت كل شيء، أمها الغير البيولوجية والممتلكات. لاحقا ذهبت إيفا لتغيير ملابسها لعرض أزياء. اقتربت منها هانا وقالت: سأساعدك يا أختي العزيزة. إيفا صدقتها وذهبت معها، لكن هانا كانت قد خططت مع عصابة لاختطاف إيفا إلى مكان بعيد. عند فتح إيفا لعينيها رأت أختها وذهلت. واجهتها هانا قائلة: أخذت كل شيء حلمت به، الحب، المال، وحتى المرأة التي اعتبرتها ابنتي. في هذه الأثناء اكتشف دانيال أن إيفا مفقودة، وعرف أن هانا وراء الفيديو المزيف واختطافها بدافع الغيرة. ركض دانيال لإنقاذ إيفا من العصابة. وصلت والدتها أيضا وعاقبت هانا وقالت لها: من اليوم لا مكان لك في بيتي، كنت أخطط أن تشاركي نصف الممتلكات مع ابنتي، لكن هذا لن يحدث بعد الآن. أخيرا قالت والدة إيفا لها: من اليوم أنت ابنتي الحقيقية إيفا، ولا أحد غيرك. ووافقت والدة إيفا على دانيال وقالت: أشعر بالراحة الآن لأن ابنتي ستعيش معك وتكون زوجتك. بعد ذلك تزوجت إيفا من دانيال وأنجبا طفلين، ولد وبنت. تخرجت من الجامعة وسط أسرتها الصغيرة والسعيدة. وهكذا تنتهي قصة اليوم. تابعونا لمزيد من الفيديوهات والملخصات.